مساء الخير. النهاردة أول حلقة من حلقات كلام في الخلاط من دون ضيف، يعني هتكلم بس معاكم على طول دايركت. هتكلم النهاردة عن الأغاني. اشمعنى الأغاني؟ يعني فبص، الناس كلها لو دورت عن الأغاني نفسها وفايدتها أو أيا كان، ده هيطلع لك مساوئها، هيطلع لك الحاجات الوحشة اللي فيها، هيطلع لك بص مش مفيش حاجة هتشكر في الأغاني، مفيش أي حاجة. بس احنا عايزين نبص من كل النواحي، مش من ناحية واحدة بس. تمام. الأغاني أثرت كتير، فرقت كتير في العالم، يعني لو كانتش موجودة كان في حاجات كتير اختلفت. تمام. نبدأ بأهم حتة في بسببها الأغاني، أو بسبب ممكن نحتاج الأغاني، إن هي من قريب إن هي بتدخل، بيقولوا إن هي بتدخل يعني في علاج الاكتئاب، مش بشكل كامل طبعا. الاكتئاب مش هيحتاج لازم علاج او كل ده وتروح للثيرابي او كده، بس هو جزء، هو ممكن يكون جزء او بيساعد في العلاج. الاغاني ازاي؟ في ساعات بيخلوا المرضى او كده، باش كلمة مرضى، يعني خلينا نستعمل مصطلح مثلا شخص عنده اكتئاب. تمام، اي حاجه، اي حاجه شخص عنده اكتئاب. تمام. بيخلوه يغني او يعزف، تمام، بآلة معينة ويخرج اللي جواه بشكل نوتة معينة، مثلا هو عايز يخرجها بالشكل ده او أو تطلع بالشكل ده. وساعات الموضوع ده يدخل اكتر او ليه علاقة اكتر بالعلاج بالفن. العلاج بالفن طبعا ليه حاجات كتير، يعني زي مثلا سايكو دراما او كده. والسايكو دراما احتمال يعني ممكن هكلمكم عليها في فيديو تاني لوحده، خصوصا ان انا مهتم بيها جدا يعني. آه ندخل بقى في حتة تانية. تاريخ، يعني المغنيين دول كله والاغاني وكل ده لها تاريخ كبير جدا، يعني لدرجة ان انا عملت اصلا فيلم وثائقي عن تاريخ الراب في مصر، ان هي فعلا تاريخ، والناس تطورت وبقت حاجة بشكل مختلف خالص عن اللي احنا كنا بنسمعه زمان. وكمان المغنيين ذات نفسهم، تاريخهم وتأثيرهم ومش عارف ايه، كل ده فرق جامد يعني في العالم، يعني يعني في حاجات كتير كان بيدخلوا فيها الأغاني في حاجات كتير، يعني إذا كانت حروب، إذا كانت حتى اتكلمنا في أمراض. هندخل بقى في حتة ايه، تأثيرهم ممكن يوصل لحد فين، تأثيرهم ممكن ياخدوا نوبل. يعني شخص زي بوب دالن مثلا، وخد نوبل آه، بسبب الأغاني، عشان هو مغني عادي خد نوبل. كل ده بيفرق، يعني تخيلين ممكن توصل أغاني تأثيرها لفين. وكمان مخدرات، الدراجز دي كلها أصلا مش لازم تتعاطى. انت الدراجز ممكن تاخدها في حتة مثلا ايه، حتة سمع. ازاي؟ بسيطة، مثلا في نوع من انواع الاغاني انت مثلا بتشتريها زي المخدرات، مثلا بتسمعها وبتحسسك بنوع من المخدرات او كده، وتحس ان اللي هو مثلا مستكانيوس، مش عارف هي بتتقال ايه بالظبط، مش فاكر بصراحة الكلمة اللي بتتقال في متكيف، ما لا متكيف حاجة تاني. حاجة في الرينج ده يعني. ما علينا. بس يعني احنا اتكلمنا بقى في اهميتها وتأثيرها والحاجات دي كلها. تدخل في حتة في تاريخها شوية، يعني انا بحب حوار التاريخ، او نتكلم في حوار الالات. تمام. الاغاني اصلا كذا جنرال. تمام. في بوب، جاز، راب، روك، ميتال، انواع كتير جدا. تمام. انت عشان تسمع مثلا كل المغنيين دول او تسمع تاريخهم او كل حاجة،
هتلاقي في حاجات مربوطة بأغاني تانية قديمة جدا. يعني عندك في أغنية اسمها مصر مصرية أو مصراليا، مش فاكر اسمها بالظبط، تقريبا كده. تقريبا هو ده. ما علينا يعني، مش مشكلة. محدش تقريبا مثلا هيسمع البودكاست ده، مش هيفرق معاه. آه، الأغنية دي هي اتحطت في فيلم بلاد فاكشن. هي أصلا الانترو بتاعة الفيلم ذات نفسه كان حاططها ترانتينو. ليه؟ ترانتينو من الناس اللي بيحبوا يحيوا الأغاني القديمة. الأغنية دي اتغنت بكل لغات العالم، تمام، من ثقافات كتير، وكانت أغنية قديمة جدا. بس هي في الأصل الأغنية نفسها مصرية. كانت فلكلور روماني تقريبا. اتعمل في مصر. وبعدها كل الدول العالم أصلا بقت غنى عليها. كل مغني في كل دولة كان بيطلع يغني عليها. اتغنت بالإيطالي، اتغنت بالمصري، اتغنت بالأمريكي، بلغات كتير، تمام. بس هي في الأصل كانت فلكلور، كانت 1928. آم، بعدها نرجع لحتة ايه كمان، حوار التاريخ. يعني تاريخ مثلا زي كده بيأثر قوي. يعني تاريخ الأغنية نفسها أثر ووصل لفين. يعني هي كانت 1928، يعني إن هي توصل لترنتينو ويحطها في فيلم في سنة 1900 حاجة وتسعين. ازاي وصلت؟ بالتوارث. الأغنية نفسها خدت مسارات كتير واتحولت وتطورت. ده اللي كنت بكلمكم فيه في الأول، إن الأغنية نفسها لما بتتطور، تمام، انت بتسمعها بشكل مختلف. بس هي نفس الأغنية، نفس كل حاجة. أغاني كتير حصل لها كده. ده موضوع مثلا فرق اهو، ان فيلم اتعمل وانترو اتعملت والفيلم اشتهر بسبب الأغنية دي اشتهرت بسبب الفيلم مثلا. طبعا مش هعرف اعملها، هي مش مفيهاش كلمات يعني. الانترو يعني بتاعت فاكشن، بس انتوا عارفينها يعني. اللي هي الأغنية تعتبر ريفية، أو مش عارف هي بتتقال ايه بالظبط. بس عامة يعني بسمعوها مثلا، اكتبوا اسمها على اليوتيوب أو حاجة، انترو مثلا، انترو ميوزك لاف فاكشن أو كده، هتعرفوها على طول. نرجع تاني لموضوعنا. حوار الأغاني مش بس بيفرق في حوار التاريخ زي ما قلنا، فكمان في الأفلام. يعني هو أثرت جامد لازم تطورها هيكون مهم. يعني طبعا أول حاجة الأغنية، بعدها تطور الأغنية، بعدها تأثير الأغنية. ما طورت كل حاجة بيدخلوا في أفلام كتير. آه، أفلام، عندك توم جيري مثلا. توم جيري مثلا، انت لو سمعت كام حلقة من توم جيري، لو أي حد يعني أغلبنا، تمام، بيسمع أغنية لبيتهوفن مثلا، ولا بيسمع أغنية لموتزارت أو حاجة، يقول أنا مش دي أغنية بتاعت توم جيري مثلا. الناس بقت تسمع حاجات هي حرفيا هي كانت بتتسمع للملوك في القرون الوسطى، تمام. مش القرون الوسطى، يعني هي كانت اللي هو 1981، يعني أيام الملوك، ملوك بريطانيا وأوروبا وكده، تمام. فحاجة كان بتسمع وقتها للطبقة الراقية وقتها. فإن أنت تسمع الناس بتسمعهم وهم أطفال ويحفظوها، ده شيء مدهش. اللي هو واو يعني، بجد فعلا. اللي هو انت كل احنا اتطورنا الدرجات دي، فاهم؟ آه بس فده تأثيرها، ان انت بتسمع حاجات انت ما كنتش تتخيل ان الحاجة دي ان هي توصل لك بالشكل ده، او مع الزمن. انت انت كل اغنية عدت عليك انت ممكن سمعتها في وقت من الاوقات، اذا كانت في فيديو، اذا كانت فيلم، اذا كانت اي حاجة، ان كل حاجة مقتبسة نوعا ما من الحاجة. انما تصنع حاجة تاني ده بالعزف. بس في معزوفات انت ممكن عزفتها او سمعت عزفها قبل كده من حد تكون لسه معزوفة قدامك، بس هي ممكن تكون اتعزفت قبل كده. فاهم الفكرة دي؟ احنا كده ندخل في حدود تانية كده وكوبي رايتس وابعاد تانية. انا ملناش دعوة بيها. هي دلوقتي بس بحوار الاغاني.
بالنسبة للراب انا كده اتكلمت عنه. اتكلمت عنه في فيلم كامل وثائقي. تمام. بالنسبة للبوب، البوب طبعا اشهر حد غنى بوب وخد نوبل اصلا هو بوب دالن. طبعا عندك الجيتار، مغنيين الجيتار اللي هما اغاني الجيتار، يعني اللي هو الميتال روك مش عارف ايه. والميتال طبعا في انواع كتيرة جدا، يعني هافي ميتال، بلاك ميتال، راب ميتال، حاجات كتير. تمام. بس كده يعني، هو كده احنا خلصنا يعتبر كلام انا كنت عايز اقوله عن اهمية الاغاني، ان هي مش بس في الحتة او في الرينج اللي احنا بنتكلم فيه دايما ان هي سيئة او مش عارف ايه. لا، هي اكبر من كده بكتير، مؤثرة بشكل انت مش ملاحظه. تمام. ده رأيي عامة، في كده ده رأيي في العموم يعني. بس انما يعني انا مش مغني، انا شخص بيسمع وبيحب الميوزك بشكل كبير جدا. ف بس حبيت اتكلم عنها بكل حب و... و... واتكلمت عن حاجات انا بحب اتابعها ازاي، او حاجات فايدتها عامله ازاي. تمام. عشان كل اللي بشوفه انت كتبت على اليوتيوب دلوقتي مثلا حاجة عن فوائد الأغاني، هيطلعلك أضرار، هيطلعلك ناس بتكرهك فيها. تمام. ليه؟ يعني ما في حاجة، في جانب مشرق في الموضوع إحنا ممكن نوصله. بس كده أنا عمال أعيد وأزيد في الموضوع، فخلاص كده نخلص الحلقة وأشوفكم في حلقة جديدة. سلام.